وقفتنا الصحفية لليلة مش تكون عند مقال نشره موقع باب بنات وهو بعنوان المازري الحداد: قطر دمرت تونس بالتعاون مع زعيم الوهابية راشد الغنوشي. المقال هذا نقل تصريحات المازري الحداد السفير السابق باليونسكو لقناة فرانس 24، واللي قال فيها انه قطر ما هيش دولة وانما هي مشيخة صغيرة لا عندها لا تاريخ ولا مستقبل. وزاد قال المازري الحداد انه قطر دمرت تونس وغزات ليبيا، وهذا بشهادة زعيم الوهابية في تونس الشيخ راشد الغنوشي. تابع الحداد وقال قطر تحب تدمر سوريا وتبث الفتنة في باريس. باهي انا لهنا منيش باش نعلق على التصريح في حد ذاته، والناس اللي توجهت لهم الاتهامات هما اولى بالرد عليها. اما نحب نعلق على صاحب التصريح سي المازري الحداد اللي ولينا نلقاوه في كل محضر يحضر ويعاود يسجل حضوره اعلاميا، وربي يعلم يطلعش قاعد يحضر في روحه سياسيا زاده، وما عادش تستغربوا حتى شيء في الوقت هذا. يقول القائل علاش الكلام هذا الكل على راجل كان سفير تونس في اليونسكو. ونجاوب الناس اللي ذاكرتهم قصيره انه سيد هذا ايامات الثوره والدنيا شاعله والضحايا ما بين شهداء وجرحى. سي المازري الحداد كان ينعد في الشعب التونسي اللي كان ثاير على بن علي، كان ينعد في الشعب بالحثاله ويطالب في بن علي باش ما يسلمش في السلطه ويشد فيها صحيح لاخر لحظه، واللي ما عنده شاهد كذاب. خلينا نسمعوا لقطه من تصريحات سي الحداد لاحدى القنوات الفرنسيه ايامات الثوره. Dernière question, Maître Haddad. Non, moi je. Oui. Dernière question, est-ce que Ben Ali doit quitter le pouvoir ou pas? Non, surtout pas. Bon. Ben Ali doit se maintenir au pouvoir parce que quoi qu'il arrive, parce que c'est le pays qui est menacé par les hordes fanatiques et les néo-bolcheviques qui sont leurs alliés stratégiques. Merci Mezri Haddad, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Merci d'être venu nous voir. Merci, vous avez eu la parole. Et la prochaine fois, laissez-moi répondre. Comment? Mais je vous laisse répondre. Je vous remercie en tout cas vivement de m'avoir invité. فقط نترجم بسرعه شنو اللي قالوا المازري الحداد في رد على سؤال الصحفي الفرنسي: تعتقدش انه بن علي يلزم يغادر السلطه والا لا؟ جاوبوا سي المازري وقال له لا والف لا، بن علي لازم يتمسك بالسلطه مهما يصير، لانه البلاد هي المهدده بالحثاله هذم. يحكي على الناس اللي عامله ثوره وقتها بالطبيعه. مازال الخير القدام. المازري الحداد نهار 14 جونفي وكي عرف انه فلوكة بن علي غارقه حب ينقص في الوقت الضايع وقدم استقالته نهارتها. وفي الليل كي عرفوا الناس الكل انه بن علي هرب، جاء يحكي في الجزيره ولا يدرس علينا ويقول لنا كيفاش كان ينصح في بن علي وبن علي يقرق بيه، والحصيل كلام ماذا بيك تسمعوا وانت بعيد على الحيط 3 متر على الاقل. هات نعاودوا نسمعوا منه شويه. مازري الحداد السفير التونسي المستقيل لدى اليونسكو. سيد مازري الحداد، أنت معروف لسنوات طويلة على أنك من المعارضة ثم أصبحت سفيرا لتونس لدى اليونسكو، الآن تستقيل، تريد أن تستعيد وضعا سابقا؟ لا أبدا. أنا على أثر هاتف من رئيس الدولة 10 جانفي الماضي طلب مني أن أقول له رأيي في المعضلة التونسية. قلت الأشياء اللي قالها في خطابه الأول ما هيش باش تنفع بشيء وما تقدمش أي نتيجة. قلت له يعمل خطاب ثاني ويقول فيه كل ما هو يلزم يتقال. قلت له أولا يلزم تؤمر الأمن وتنزع السلاح متاع الأمن. كفاية ضحايا وموتى. ويبدو أنه استجاب لمطلبك ولكنك استقلت رغم ذلك. اسمعني وكان ينجم يعلق علي التليفون. كيف ما علقش التليفون واصلت. قلت له يلزم الناس اللي سرقت ونهبت على الأقل الموجودين على أرض التراب التونسي ما زالوا يتوقفوا
ويتحاكموا. اسمح لي فقط سيد مازري، أنا لا أشكك في يعني صدقك في الكلام، ولكن اسمح لي هل كانت لك جرأة أن تقول للرئيس بن علي حاكم عائلة الطرابلسي؟ أيوة. في حين أنك أنت كنت من بين المدافعين عن زوجة الرئيس عندما صدر كتاب ضدها في باريس. يعني اسمح لي اسمحني نكمل من فضلك سي محمد. لا، وانا اسمح لي ايضا نسال، وانا اسمح لي ايضا اسمح لي انا اسال وانت تفضل جاوبني يعني، بس اسمح لي ايضا انا اسال يعني. طيب انا باش نجاوبك، لكن خليني نواصل. النقطة الثانية قلت له يلزم تعلن على انتخابات. النقطة الثالثة قلت له يلزم تعلن على عفو تشريعي عام، وهذا مطلب كررته العديد من المرات من سنة 2000 إلى آخره. المصيبة كما قلت لكم أنه السيد هذا اليوم وبعد الكلام اللي قالوا الكل وبعد مواقفه المؤيدة لبن علي وبشراسة نلقاوه كل يوم يصرح وينظر ويتفلسف. وبالمناسبة حكاية الفلسفة مش من عندي، أما هو اللي يقول على روحه فيلسوف، وأنا بصراحة في هذه ما عندي حتى شك إذا كان قصده أنه من فلاسفة البندير مش من فلاسفة التنوير بالطبيعة. على كل أنا نعتذر إذا كان طولت اليوم شوية مع شخصية ثابت أنها يمكن تكون كل شيء كمنحازة للثورة، ولكن أنا توسعت لزوز أسباب. الساعة باش نكشف حقيقة مثل الناس هذم اللي اليوم تنظر علينا ومرجت لنا كبيدتنا، وهي في الأصل كانت ضد ثورتنا، ونحب نقولوا لها اللي ذاكرتنا ما هيش قصيرة كما تتخيلوا، والتاريخ ما يرحمش. هذا السبب الأول. السبب الثاني باش يفهموا الناس علاش النهار الكل احنا ننبحوا على قانون تحصين الثورة، على خاطر اللي كيف المازري الحداد برشا واللي من غير لا حشمة ولا جعرة قاعدين يحبوا يرجعوا وياخذوا بلايصهم، وكأنه لا كان منه ولا صار عليه، وما ثم ما ينجم يمنعنا من هالمخلوقات البشرية كان قانون تحصين الثورة. والله شيء يعمل العار، واللي ناشي قدام قانون كيما هكا كلمة تسولين قدام السياسيين متاعنا، وهما كل مرة يتعزوا علينا ويطوالوا ويقصاروا تقولش علينا قلنا لهم بيضونا للويز. الحصيل ربي سهل فيما هو صعيب، وإن غدا لنظيره قريب بإذن الله.